السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عنا احنا اليوم موضوع مهم جدا، وهو أهم موضوع يعني بجوز بالدنيا، اللي هو الفرح. ليش احنا نشعر بالفرح؟ معروف انه الإنسان بيعمل أي شيء في الدنيا يعني بالنهاية عشان يفرح أو عشان يشعر بالسعادة، بالشعور بالسعادة. خلينا اليوم نشوف شو أسباب السعادة وكيف نحصل عليها. معاكم سامي صلاح الدين، وأهلا وسهلا فيكم. أول شيء بدنا نعرف إحنا ليش الإنسان بيفرح. الإنسان بيفرح دائما أو غالبا لحصوله على شيء بينقصه، هو بده إياه وبينقصه. يعني مثلا إنسان ما عندوش مال، إجاله مال بيفرح. إنسان مريض عنده مرض انشفى منه بيشعر بالفرح. طبعا بيختلف الأشخاص من يعني فئة عمرية لفئة عمرية. مثلا الأطفال بيفرحوا بأشياء بسيطة، مثلا بيفرحوا بالألعاب، بتجيب له سيارة بينبسط، بتجيب له كرة أكثر شيء بينبسط عليه، بيطلع يلعب مع أصحابه، بيشعر بالحرية، بيكون أول شيء مقيد جوا البيت، ممكن يصير يشعر في الملل لحد سن معين، بصير بده يطلع يلعب بالحارة. ف تلاقيه أحلى شيء عنده إنه يطلع يشعر بالحرية، يكون مسؤول عن الأمور، يعني هو بياخد حريته، بيعمل الأمور على طريقته. طبعا نقدر إحنا نسوق يعني عشرات الأمثلة أو آلاف الأمثلة عن الشعور بالسعادة والأشياء اللي تنقص البشر. بس إحنا ممكن إنه إحنا يعني نعرفها بالشيء اللي بينقص الإنسان، أو الشيء اللي الإنسان متعود عليه أو أدمن عليه. يعني مثلا أحيانا الإنسان بتعود أو بدمن على عادة معينة، بتضله بحاس بضياع لحد ما إنه يعمل الإشي المتعود عليه. إذا كانت هاي العادة حلال فالأمور طيبة، إذا كانت هاي العادة إشي حرام هنا بكون هو دخل بمجال يعني في سيئات، في عقوبة من رب العالمين، في كمان في الدنيا تكون أموره مش مزبوطة. فبالتالي الإنسان لازم إذا كان عنده عادة معينة تشعر في سعادة، تكون هاي العادة على الأقل حلال، وأحسن شيء يعني لو كانت مفيدة، يعني زي العلم، مساعدة الناس، يعني أشياء فيها فائدة لنفسه أو فائدة للي حواليه. بالحالة هاي بيكون قمة، تكون حلال ومفيدة. أما إذا كانت مثلا ممكن ناس عنده عادة معينة تكون حلال، يعني مشروعة، في حلال إيجابي، خلينا نحكي زي مثلا القراءة، مثلا إنه واحد يشرب قهوة ويطلع مثلا على الطبيعة المحيطة إذا في طبيعة يعني، أو يقعد مع نفسه، يعني أشياء تكون حلال. في أشياء ممكن تكون حلال ولكنها ممكن فيها مضيعة وقت شوي، زي الرياضة، مشاهدة الرياضة، المباريات إلى آخره، تكون بقدر، بكون ما في مشكلة. أما تكون زيادة عن اللزوم تكون حلال ولكنها دخلنا بموضوع إضاعة الوقت. بدنا نيجي لموضوع مثلا ليش الناس بيفرحوا. مثلا ممكن انت عندك اشياء كثير بتسبب الفرح بس انت مش حاسس فيه، بالنسبه لغيرك بقول الناس طلعوا عليك ويقولوا ما شاء الله، يعني يا ريت لو احنا زيه. كنا مثلا راحه نفسيه، هاي الحاله هاي بتكون لها قيمه. في ناس مثلا ما بيمشوا، عندهم اعاقه، بيكونوا يعني نفسهم بس فقط انهم يقدروا يمشوا على رجليهم، هاي قمه السعاده. انت ما بتحس بالسعادة بما انك بتمشي، لانك مش ناقصك الشغلة هاي وغافل عن هاي النعمة. فمن اهم الاشياء اللي ممكن انك تسبب لك سعادة لو انت حسيت انك انت مكتئب او حزين او انك تشعر بالكآبة، في شغلة بسيطة اعملها. اول شيء بتدور على اشي تعمله وتنبسط فيه. اذا ما لقيت، سير قارن
نفسك مع الناس الأقل أو الناس اللي خلينا نحكي اللي عندهم ابتلاءات. يعني يصير الواحد تخيل حاله لو لا سمح الله عنده مشكلة أو إعاقة أو عنده مهم معين، والآن بالوقت هذا هو الحمد لله يعني ما عنده هاي المشكلة، فبيشعر بأنه هو بنعمة. استذكار نعمة الله عز وجل علينا من أمور تشعر لنا بالسعادة بشكل سريع. طبعا إحنا لازم نقيم نفسنا حاليا. مثلا أنا أطلع على حالي أشوف أنا إيش الأشياء اللي بعملها عشان أنبسط. هل هذا الشيء أول شيء شو مشروعيته؟ هل هو حلال أم هو حرام أو هو مكروه؟ إذا كان حلال أو إيجابي فالحمد لله رب العالمين، يكون الواحد أموره تمام. إذا كان شغلة حرام لازم ينتهي عنها وإلا حيضيع، لأنه حيضل مع الزمن بيكبر بضلها متأصلة فيه. فلازم الإنسان يعمل ستوب ويحول هاي العادة أو يتوقف عنها ويشوف له عادة تانية تكون تسبب له سعادة. نيجي على موضوع تاني كمان اللي هو رد فعل الناس اتجاه نفس الشيء. يعني مثلا في ناس إذا أعطيته مال ما بيفرح بقدر شخص آخر، هذا بيتعلق بمقدار الاحتياج أو التعود. يعني في ناس دائما مثلا بيطلعوا، مثلا تلاقي أولاد صغار دائما بيطلعوا على الملاهي، بعد فترة بيملوها. بينما في أولاد تانيين إذا تقول لهم بدي تروح على الملاهي بتلاقيه من أسبوع وهو مش عارف ينام من الفرحة، لأنه نادرا ما يروح على الملاهي. هذا مثال اللي هو إحنا عندنا تعود على الشيء. هاي مثلا سبب آخر لاختلاف ردود فعل الناس حول نفس الموضوع يتعلق بالتعود على الشيء. طبعا لازم نعرف إحنا جميعا إنه السعادة بداخلنا إحنا. طبعا لازم نعرف جميعا إنه السعادة بداخل، يعني في ناس بطبيعتهم بينبسطوا بأي شيء، لو وين ما تحطه بيقدر يلاقي إشي يتسلى فيه. فلازم إحنا نكون ناس إيجابيين ونقدر نستنبط السعادة من أي شيء. طبعا إيش أحسن الأمور اللي ممكن تسبب لنا السعادة؟ اللي هي طلب العلم، لأنه الإنسان دائما بحاجة يتعلم، فهو دائما العلم ناقصه. ما في إنسان يقدر يحكي عن حاله إنه عالم أو تعلم كل شيء في الدنيا. فأكثر مصدر ما بينضب من السعادة اللي هو العلم. قد ما تطلب علم دائما بيكون في أمور بدك تعرفها، واللي بيكون هاي مصدر سعادته هو بنعمة كبيرة جدا جدا. خاصة أهم شيء النية، تكون نيته فيها لله، مش بس أنا عشان العلم. كمان في بنيتي لازم أنا الإشي اللي بيسبب لي سعادة ويكون إيجابي كمان يكون نيتي لله عز وجل، هون بصير وضعي أحسن وأحسن. بينما مثلا في أمور تانية ممكن تملها. خلينا نحكي مثلا الرياضة، اللي يحبوا الرياضة بتلاقي مثلا بشجع فريق معين، مثلا بيلعب ببطولات عالمية زي ريال مدريد، برشلونة إلى آخره. بتلاقي كل سنة بنفس الدوام، السنة هاي دوري ودوري أبطال أوروبا والمنافسات، برجع السنة اللي بعدها. مع الوقت بصير يحس إنه هو أوكي مندمج مدمن على العادة هاي، إلا إنه بصير كمان يملها، بصير يحس إنه يعني في تكرار دائما بسبب الملل. ولازم نعرف في الآخر، وهي أهم نقطة، إنه السعادة الحقيقية هي سعادة الآخرة. إحنا حاليا بدار عمل مش بدار جزاء، هاي نقطة مهمة جدا. يعني إحنا بهاي الدنيا مش إحنا مطلوب، مش الهدف إنه بس، مش هدفنا في الدنيا نكون مبسوطين، يعني إنه لازم أنا أكون مبسوط بأي طريقة. إنما هدفي الأهم نقطة تبسطني أنا إني أعمل الإشي اللي بوديني على الجنة، هون أنا بكون مبسوط أو بكون مرتاح نفسيا. يعني أهم شيء إني أقوم بأعمالي كلها لوجه الله عز وجل، إني أصلي الصلوات بوقتها، أقوم بالفرائض، أصوم رمضان، أزكي إذا عندي قدرة على الزكاة، أعمل الأساسيات، ما أكذب، ما أخدع، ما أغش، بكون مرتاح نفسيا. ساعتها هاي الراحة النفسية
لأن أنا هاي الأعمال لوجه الله عاملها، بكون أنا إيش رابط حالي بحبل مع الله عز وجل. وهاي الدنيا بأي وقت بتنتهي بكون واحد إيش عمل لحاله حزام أمان أو حبل مع الله بينقذه. وكمان بصير ينبسط في الأشياء أكثر، لما يعني أكون أنا أعمل كل شيء واجبات تجاه نفسي اللي هو دينيا، لأنه ربنا غني عن الناس. أنت ما تعمل أي عمل ديني أو عبادة تعملها لنفسك، وإن الله لغني عن العالمين. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دائما كل أيامكم فرح وسعادة بما يرضي الله عز وجل.